مرحبا جميعا. مرحبا بكم جميعا. حقيقة أنا تغمرني سعادة لهذا الاحتفاء، لحضوركم الجميل لمدينة فاس جميلة الرائعة الأصيلة، وهي تقدم لي هذا التكريم. أحمل هذا التكريم بقلبي وأهديه إلى الشعب الليبي في انتصاراته العظيمة، أهديه إلى النساء الليبيات الرائعات الباسلات اللي حققن هذه الثورة العظيمة. أولا هذا تكريم غير عادي بالنسبة لي. لماذا؟ هذا التكريم يحمل دلالات عظيمة، إنه يحتفي بالشعر ويحتفي بالجمال ويعلي قيم الخير والحق والجمال، يعلي أو يعيد الاعتبار إلى الشعر، يعيد الاعتبار إلى الكلمة. هذا الاحتفاء هو مميز أيضا بالنسبة لي، لأن فاطمة بهراكة المبدعة الشاعرة هي من بحث عني واقترح اسمي. وفاطمة أعرفها كإنسانة وأعرفها كمبدعة، والأصدقاء والذين نعرفهم لا نكتشفهم حقيقة إلا في المواقف والأيام الصعبة. فاطمة كانت إلى جانبي في تلك الأيام الصعبة في بداية الثورة الليبية. فاطمة كانت من خلال الماسنجر، وهي النافذة الوحيدة اللي كانت مفتوحة أمامي، كانت فاطمة هي النافذة التي أطل عليها أو أطل على العالم من خلالها. كانت سندي، كانت الصوت الحنون، كانت الصوت المساند، وكانت مع طبعا أصدقاء آخرين وخاصة من تونس. كانت هي من توصل ما أستطيع إيصاله إلى العالم الآخر. كنت محاصرة في طرابلس، وكانت فاطمة هي صوتي، وكانت تدفعني، كانت تخرجني من خوفي ومن ترددي ومن حالة الحصار التي أعيشها. لهذا هذا التكريم عندما يأتي من فاطمة فهو تكريم عظيم، فأرجو أن تحيوا فاطمة بهراكة. شكرا لوزارة الثقافة لأنها انحازت لهذا الجهد المدني، وانحازت لعمل إبداعي، انحازت إلى الشعر في وقت صار الاهتمام وصار الانحياز إلى الشعر قليل جدا، وصار الاحتفاء بالمبدعين قل ما يحدث، بل انتهى إلى أن المبدعين يحتفون ببعضهم ويحدث على نطاق ضيق. أشكر كل الذين رافقوني من ليبيا ومن تونس، وأشكر أيضا الذين احتفوا بي من لبنان ومن سوريا ومن العراق. أشكر الشعب المغربي العظيم والكريم. أشكركم جميعا، وأنا في غاية الفرح والزهو والسعادة، وأنا أكرم باسم ليبيا وللشعب. شكرا لكم.